الزملكاويه بيقولوا ان هو بالونه والكلام ده وبتاع، وهم بيعيطوا اصلا ان احنا جبنا الاهلي. عامل ايه؟ الحمد لله كويس بخير. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. مقارنه سريعه من تشكيله الاهلي والزمالك، جاهز؟ جاهز. شوبير ولا عواد؟ لا شوبير طبعا، شوبير مستقبل الاهلي وان شاء الله هيفيد الاهلي في حاجات كتير جايه وهو يعني بالنسبه لي احسن حارس دلوقتي شاب. محمد هاني ولا عمر جابر؟ لا محمد هاني طبعا. محمد هاني يعني ثابت نفسه من فتره. اي نعم هو ليه برضو ان هو مثلا بينزل في المستوى بعض الاحيان، بس لما بيبقى فيه ماتشات مهمه وصعبه هو بيثبت نفسه عن جدارة. الونش ولا ياسر ابراهيم؟ بص هي مقارنة صعبة شوية، بس يعني أنا بشوف الونش أحسن بصراحة شوية عن ياسر إبراهيم. بس ياسر إبراهيم برضو في فورمته أحسن. اشرف داري ولا حسام عبد المجيد؟ لا أشرف داري طبعا، مش محتاجة مقارنة. بنتايك ولا محمد شكري؟ بنتايج. محمد شحاته ولا ديانج؟ ديانج طبعا، ده الدبابة بتاعتنا. الدبابة بيسد كل المنافس عن خط الوسط بصراحة. بن رمضان ولا ادم كايد؟ بص هو بين رمضان انا شفت له ماتشين بصراحه، انا اللعيب ده ما شفتش يعني زيه بصراحه في الاهلي. يعني من اللعيبه بصراحه اللي هي ان انت تنزلها التشكيل وانت مستريح وتعتمد عليها. بيدي يعني سروقات مظبوطه، ممكن يكمل معاك لقدام لو اعتمدت عليه. بصراحه لا، بن رمضان طبعا. عبد الله السعيد ولا امام عاشور؟ بص هو امام عاشور ما يتقارنش بحد، يعني بصراحه في الفتره الحاليه امام عاشور من اللعيبه في مصر اللي ما ينفعش تقارنها، عشان اي مقارنه بين امام عاشور واي حد تاني فانت بتظلم الحد التاني بصراحه. بالنسبه بقى يعني لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد في وقته يعني لو كان السن متقارب كنا ممكن مثلا ايه نساويهم ببعض، بس انا كراجل اهلاوي انا مش شايف زي امام عاشور. كيشو ولا تريزيجيه؟ بص هو انا ما اعرفش مين كيشو ده، بس انا كراجل اهلاوي هختار تريزيجيه. ناصر ماهر ولا زيزو؟ زيزو طبعا. طبعا طبعا. يعني احنا جبنا الاهلي ويعني الزملكاويه بيقولوا ان هو بالونه والكلام ده وبتاع، وهم بيعيطوا اصلا ان احنا جبنا الاهلي. يعني بصراحه هو زيزو بدون منازع. محمد شريف ولا ناصر منسي؟ بص هو محمد شريف بعيد عن الانظار الفتره دي لان هو كان محترف، بس لا محمد شريف. ولما رجع كمان جاب ما شاء الله 3 اهداف لحد الان بس في هي الوديات. ماتشات مش تقيلة، يعني ماتشات ما يتحكمش فيه يعني عليها بصراحة، لأن هي ماتشات سهلة بالنسبة لنا. أنا أشوف محمد شريف يعني إمتى لما يكون في ماتش صعب مثلا زي الوداد، زي أفريقيا عموما، ماتش في أفريقيا. مثلا كنا مثلا نحكم عليه لو مثلا في كأس العالم للأندية مثلا نزل في ماتش تقيل مثلا، بس فهي دي الفكرة. تحب تقول اي حاجه قبل ما ننهي الحلقه دي؟ ان شاء الله بالتوفيق للاهلي والزمالك، لازم يبقى في روح رياضيه بين الاهلاويه والزملكاويه، احنا في الاخر دي كوره واحنا لازم نشجع الكوره طبعا. كزمالك كاهلي احنا كلنا شعب مصري، ولازم ان احنا نبقى ايد واحده في كل حاجه ومع بعض في كل حاجه، ويعني لا للتعصب يعني بس.